السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده طاجن ورق عنب باللحمه بطريقه سهله وبسيطه خالص. نسمي بسم الله وندخل على المقادير. اول حاجه هنا معايا انا هسبك القوطه بتاعتي ومن غير بصل ولا اي حاجه خالص. حله كده سخنه على النار بنزل فيها بقد 4 معالق زيت كبار، وانزل عليهم بنص شفشق قوطه او شفشق قوطه مضروب في الخلاط، واسيبها كده على نار متوسطه لغايه لما تتسبك معايا وتبقى بالجمال ده، لغايه لما تنطر الزيت بتاعها وتبقى كده. بفضيها بقى كده في طبق واحطها كده ايه على جنب. معايا بقى كده حله هنا بنزل فيها كده بمعلقه سمنه كبيره و3 معالق زيت كبار. بكون مخرطه 3 بصلات كبار كده، تخريطه كده ايه تكون وسط. وهنا كده بدي تشويحه بسيطه خالص للبصله بتاعتي، وانزل كده عليهم بفلفلايه كده سبايسي لو انت عايزاه حراق، ولو مش عايزاه حراق خلاص تبقى فلفلايه ايه بارده، بس بتدي طعم حلو قوي الفلفلايه ديت. معايا بقى التوابل بتاعتي: نص معلقه من الكمون، الفلفل والنعناع، ومعلقه من الملح، ومعايا مكعب من المرق. بشوح كده البصلايه بتاعتي كده كويس في قلب التوابل كده عشان ايه ريحه التوابل الجميله دي كده تطلع. انا هنا مش بدي لون خالص للبصله ولا اي حاجه، هي بس يا دوب كده ايه تشويحه بسيطه، وانزل عليهم بالقوطه المتسبكه واديهم كده تقلبتين 3 كده مع بعض، وخلاص على كده. فضيت بقى الخلطة بتاعتي دي كده في طبق، وبنزل بقى عليها بالخضرة بتاعتي المغسولة ومتقطعة. والرز انا غسلاه ومصفياه بالشكل ده كده، برضو الكميات حسب الكمية اللي انتي بتعمليها. اقلب بقى كده الخلطة بتاعتي واظبط الملح بتاعها. بصي بقى ما شاء الله جمال الخلطة، حاجة كده جميلة. عايزاكي تجربي طريقة المحشي ديت، طريقة الخلطة دي هتعجبك جدا. معايا بقى الورق العنب بتاعي انا كنت سلقاه ميه مغليه، بتنزلي بنص ليمونه، بتعصري نص ليمونه في قلب الميه المغليه وتنزلي بالورق العنب. بعد كده بتشيليه، هو بياخد معاكي دقيقتين او 3 مش اكتر من كده في الميه المغليه. وبعد كده بتشيليه تشطفيه تحت الميه شطفه كويسه وخلاص على كده. هنا بقى ببتدي ان انا الف الورق العنب، خدت كده شويه من الخلطه صغيرين، وبقفل عليها الجناب وبقفلها بالشكل ده اهو. معايا كده الورقه بتاعتي خدت حبه خلطه كده صغيرين، بقفل عليها الجناب بالشكل ده كده والفها. اهم حاجه ان انا اقفلها كويس، اقفل عليها كده الجناب كويس علشان ما تطلعش رز معايا في السوا. وانا هنا انا بشرح طريقه اللف بتاعتي دي لاخواتي اللي لسه مبتدئين ومش عارفين الورق العنب بيتلف ازاي، او مش عارفين المحشي بيتلف ازاي. طبعا حضراتكم بتلفوه واحسن مني كمان. خلصت بقى كده كميه الورق العنب معايا اهي كلها. بجيب بقى الطاجن بتاعي اللي انا هرص فيه ايه الورق العنب. معايا كده بصلايه صغيره شرايح، وطماطميه صغيره برضو شرايح، وفلفلايه كده حمرا، ومعايا قطعه صغيره من اللية. عايزه اقولك ان دي بتدي طعم للمحشي جميل، لو مش بتحبيها بلاش منها. بس هي بتدي طعم جميل قوي للمحشي. نزلت كده بقى بالبصل والقوطه والفلفل بتوعي في الطاجن بالشكل ده كده. معايا اللحمه بتاعتي مستويه 3/4 سوا. طبعا انا اللحمه بتاعتي انا لازم اشوحها الاول قبل ما اسلقها علشان تديني كده مرقه طعمها جميل. نزلت كده برشه ملح وفلفل على اللحمه والخضار اللي في الطاجن، وابتدي ارص بقى الورق العنب بتاعي كده في الجناب وفوق اللحمه بالشكل ده كده لغايه لما اخلص كميه الورق العنب كلها. خلصت كده كميه الورق العنب كلها ما شاء الله. بص الطاجن يعني هو يتاكل ني اصلا. معايا بقى كده ليمونيه شرايح، الليمونيه دي بتدي طعم ومزازه للورق العنب، بتخليه طعمه جميل.
رصيت كده الورق العنب بتاعي وخلصت كده الطاجن بقى مظبوط وزي الفل. معايا بقى الشوربه بتاعتي، لازم تكون مغليه، والفرن لازم اكون مسخناه قبليها ب10 دقايق. معايا بقى كده الشوربه بتاعتي، الملح بتاعها مظبوط، بس باخد معلقه من الصلصه وبحطها في الشوربه علشان تخلي كده لون المحشي احمر وحلو. واسمي الله كده واسقي الطاجن بتاعي، بس ما بسقيش لغايه اخر طبقه. الشوربه بتكون لغايه الطبقه اللي قبل الاخيره. ابتدي بقى كده ايه اكمر الطاجن بتاعي كده واقفله تقفيله كويسه. اهم حاجه الشوربه تكون مغليه وانتي بتسقي الطاجن، والفرن يكون سخن على درجه حراره عاليه. معايا هنا طبق الاول بقفل بيه كده المحشي علشان مفيش حاجه ايه، عشان مفيش رز يطلع من المحشي ولا حاجه. قفلت بقى الطاجن بتاعي كده كويس ودخلته على الفرن على طول. بياخد بقى معاكي ساعه، من ساعه الا ربع لساعه، لان السوا بتاع الفرن بيغيب شويه عن السوا اللي على البوتاجاز من فوق. وطلع معايا بالجمال ده. بصي ما شاء الله، كده كان هنا لسه الطاجن طالع من الفرن. سبته بس كده بتاع 5 دقايق يهدى شوية عشان اعرف اقلبه في الطبق. بصي بقى ما شاء الله لما اتقلب حاجة كده، بصي زبدة، مش محشي، هي حاجة كده زبدة. طبعا طعمه خطير. طعم سوى الفرن اصلا بيختلف عن سوى البوتاجاز من فوق. واللحمة دايبة، اللحمة دايبة جدا. بصي الرز مفلفل، مش معجن خالص، الرز مفلفل وجميل. انا ما كنتش عارفه اصلا امسكه لان كان سخن مولع. اللحمه دايبه جدا، حاجه كده طعمها ما شاء الله بجد خطيره. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اللايك والشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وكل سنه وحضراتكم طيبين.